السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا النهارده اخر يوم في السنة. طبعا كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة يا رب سعيدة عليكم، وربنا يعود عليكم الايام وعلينا يا رب بالخير والسعادة والصحة والهنا. هنعمل احلى فطار معاكم النهاردة. هعمل بص واستنى حد يدلعني ليه، وانا ممكن ادلع نفسي النهارده بقى. قومي دلعي نفسك كده واعملي لك احلى فطار. طبعا معايا طاسة على النار. حطيت فيها حتة زبدة أو سمنة بلدي اللي تحبيه والمتوفر عندك. معايا بيضتين خفقتهم كويس أوي بملح وفلفل أسمر، وبعدين نزلت في الطاسة علشان يعمل لي قرص كده زي ما انتوا شايفين. معايا طماطم وفلفل حراق أحمر. طبعا لو مش متوفر عندك أحمر ممكن تضيفي أخضر. بفرقه كده بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين على قرص البيض. بعد ما حطيت الطماطم والفلفل بضيف بقى رشة جبنة موتزاريلا. النهاردة هنعمل فطار تحفة 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 وبأقل الإمكانيات. وممكن تعملي القرص ده ببيضة واحدة بس. ببدأ بقى أقسم القرص البيض كده بالمعلقة علشان أعمله شكل الكريب. طبعا بقفله كده زي ما انتوا شايفين. طبعا علشان الطاسة كبيرة والنار ما كانتش واصلة. طبعا انا كنت بعمل على العين الصغيرة. النار ما كانتش واصلة للطاسة كلها، فعشان كده لزق من الجوانب. بس عادي احنا هندويه لان احنا كده كده هنحطه في عيش لسه. ببدأ اقفله بقى قفلة الكريب كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. طبعا ولعت على اللبن علشان هعمل شاي بلبن مع الكريب ده. معايا بقى الرغيف اللي هو بتاع الفرن العادي بتاعنا. هبدأ بقى اتنيه تانية للنص كده، وابدأ احط فيه قرص البيض زي ما انتوا شايفين كده. حطيت قرص البيض في الاول وبدأت اقفل الرغيف كده اكنه كريب بالظبط. هحطه في الطاسة بقى وبعدين اسيبه يتحمص من الجوانب، وبعدين علشان الجبنة تسيح كمان على ما الشاي على ما الحليب يغلي. طبعا معايا الكوباية حاطة فيها شاي وسكر. انا بحب الشاي كده، بحب الشاي بلبن كده، ما بحبش اغليه مع بعض على البوتاجاز. وخلصت كمان الكريب بتاعي وبألف هنا. طبعا شايفين الجمال والحلاوة، شايفين التحفة. والجبنة ساحت وباظت خالص، حاجة كده عسل عسل عسل. يلا قومي دلعي نفسك واعملي لك احلى فطار، واعملي لك كوباية شاي بلبن كده على الصبح، وكمان اعملي لك الكريب ده اللي مش هيكلفك الا بيضة واحدة بس. شايفين التحفة؟ اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى ما كنتش تقلت عليكم. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. وكل اللي ما حققش حاجة السنة اللي فاتت يحققها السنة اللي جاية بإذن الله. أتمنى ما كنتش تقلت عليكم، وعايزة دعوة حلوة ليا في الكومنتات ان ربنا يصلح حالي ويخلي لي أولادي وزوجي يا رب، وربنا ما يحرمنيش منهم أبدا. وعايزة دعوة حلوة من قلبكم طبعا زي ما قلت لكم في الكومنتات. واي حد عايز اي وصفة يبعت لي في التعليقات. وطبعا انتظروا بقى فيديو عيد ميلادي، فيديو جامد 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 جامد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.